أنا داليا متجوزة من 3 سنين وعايشة في شقة بسيطة في الدور الخامس. بعد الجواز بسنة حصلت لي حاجة عمري ما كنت أتخيلها. كنت كل يوم بصحى على صوت بيهمس باسمي داليا، وأول ما أقوم ألاقي الدنيا هادية وزوجي نايم جنبي. في الأول قلت يمكن حلم، بس لما الصوت بدأ يتكرر وفي نفس الوقت تقريبا كل يوم بدأت أشك في نفسي. مرة صحيت على الصوت وكنت سامعاه جاي من ناحية المطبخ. مشيت على أطراف صوابعي وأنا قلبي بيدق. فتحت النور، مفيش أي حاجة. لما حكيت لجوزي ضحك وقال بتتفرجي على رعب كتير. عدت أيام، بس في ليلة صحيت مفزوعة، مش من الصوت لكن من ريحة شياط جاية من المطبخ. جريت وأنا بتخيل إني نسيت البوتاجاز شغال، ولما دخلت لقيت العيون مقفولة بس الكاتل بيغلي. ما حكيتش لحد، بس بدأت أدور ورا الشقة وسألت الجيران عن اللي كان ساكن قبلنا. الست اللي فوقنا قالت لي حاجة خلتني أتجمد مكاني. قالت لي الشقة دي كانت لبنت اسمها داليا، كانت عايشة لوحدها وماتت فيها حريق غامض من 4 سنين محدش عرف سببه لحد النهاردة.